تخيل إنك تكون في مكان مش حقيقي، أو إنك تكون عايش في الوهم. العالم اللي حواليك يكون عبارة عن كمبيوتر كبير. تخيل لو شالوا دماغك من جسمك بشكل دقيق ومحفوظ في وعاء من العناصر الغذائية الموجودة في المعمل، والنهايات العصبية اللي في مخك متصلة بجهاز كمبيوتر خارق، واللي بدوره بيمد عقلك بأحاسيس لحياتك اليومية. يعني جهاز الكمبيوتر ده عليه برمجة متطورة جدا، عليها كل أشكال الحياة. هل أنت فعلا موجود؟ أنت فعلا؟ وهل العالم اللي أنت عايشه من نسيج خيالك أو وهم تم بناؤه بواسطة عالم؟ وبصراحة كده وما اكدبش عليك، محدش يقدر يقرر، لأنه مفيش فرق ما بين الخيال والحقيقة، لأن بينهم شعرة بسيطة جدا، واللي بيفرق بينهم هو الإدراك. في فيلم الخيال العلمي المشهور ذا ماتريكس، أو المعروف باسم المصفوفة، في عام 1999 بيندهش بطل الفيلم نيو لرؤية أشخاص بيتحدوا قوانين الفيزياء، وبيمشوا على الحيطان وبيختفوا فجأة. كل ده انتهاكات خارقة لقوانين الكون، لكنها كانت مجهولة بالنسبة لبطل الفيلم نيو. وعيه اندمج بالمصفوفة اللي هو الواقع الافتراضي اللي نشأته الآلات الواعية. أحداث الفيلم بتبدأ لبطل الفيلم نيو، وكان خيار مصيره قدامه، إما أن يأخذ الحبة الزرقاء ويعود إلى وجوده الافتراضي الغافل عن الحقيقة، أو ياخد الحبة الحمراء ويكتشف حقيقة المصفوفة ويكتشف عمق حفرة الأرنب. الفكرة بكل بساطة بتقول إن العالم بتاعنا والحياة اليومية اللي بنعيشها كل يوم ممكن تكون وهمية. يعني في حضارة ما متقدمة جدا عندها أدوات زي مثلا الكمبيوتر متطور جدا، وقدروا بيه إنهم يعملوا كون كامل زي الكون اللي احنا شايفينه ده. الكون ده فيه شمس ونجوم وقمر وكواكب وأرض زي أرضنا وبشر وحيوانات، وإنت وأنا بيتم استخدامنا من قبل الحضارة دي. الحضارة دي شالت دماغك من جسمك بشكل دقيق جدا، والأعصاب اللي في مخك تم تركيبها في الحاسوب، وبيتم الآن محاكاة وهمية، حاجة كده شبه ألعاب الفيديو اللي أنت بتلعبها كل يوم. لما بتيجي تلعب لعبة زي الفيفا مثلا، مش بتشوف اللعيبة شكلهم حقيقي جدا والملعب والجمهور والحكام حقيقيين؟ هي دي فكرة المحاكاة، زي الألعاب دي بالظبط. ناقش الباحثين الفكرة دي، ماذا لو كنا نعيش محاكاة حاسوبية؟ يوم الثلاثاء الموافق 6 إبريل سنة 2016، في ذكرى المنتدى السنوي التذكاري لإسحاق زيموف في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، أدار النقاش نيل ديجراس تايسون مدير القبة السماوية في المتحف، وكان رأيه إن كل حياتنا مجرد برنامج على كمبيوتر أحد الأشخاص، وقال إن الاحتمال ده بيقدر بنسبة 50%، وقال كمان إنه بيعتقد إن احتمالية إننا نكون محاكاة نسبتها عالية جدا، وأشار إلى الفجوة بين ذكاء البشر وحيوانات الشمبانزي، على الرغم من انها تشترك معانا في اكتر من 98% من الحمض النووي الخاص بينا. يعني الحمض النووي الخاص بينا مشابه بنسبة 98% لحيوان الشمبانزي. وكمل كلامه نيل تايسون ده وقال ان موجود كائن ما في مكان ما يفوق ذكاء نسبة ذكائنا بقدر كبير جدا. وقال تايسون بالنص: سنبدو حمقى نلهو في جهلنا لدى المقارنة بهؤلاء الاشخاص فائقي الذكاء. ولو كانت الفرضية دي حقيقية، فإنه من السهل علينا أن نتخيل أن كل شيء في حياتنا صنعته كائنات أخرى من أجل التسلية. في عالم من جامعة إكسفورد بيؤيد الفيلسوف نيك بوسترم، ودعم رأيه في عام 2003 بحجة اكتسبت شهرة كبيرة. اقترح العالم ده وجود أفراد بينتموا لحضارة ما متقدمة جدا، استخدموا قدرة الكمبيوتر الهائلة لديهم لتشغيل ألعاب المحاكاة لأسلافهم السابقين، والحضارة دي عندهم بتمكنهم أنهم يشغلوا العديد من ألعاب المحاكاة، لدرجة أنه تصبح أغلب العقول في الواقع مجرد عقول صناعية في ألعاب المحاكاة، مش عقول أصلية خاصة بأسلافهم. يعني عندهم عقول صناعية بيقدروا من خلالها إنهم يعملوا محاكاة لحضارات سابقة. في عالم تاني اسمه جيتس قال لو كانت فرضية المحاكاة دي صحيحة، فإننا بنفتح الأبواب للنقاش في أمور مثل الحياة الأبدية والبعث. وقال لو كنا برنامج داخل كمبيوتر، فإنه يمكننا أن نعيد تشغيل البرامج دي طالما كان لدي كمبيوتر سليم غير تالف. يعني ممكن تكون الحياة أبدية لا نهائية، لأنها محكومة بمحاكاة الواقع. في نظرية تانية بتقول إننا إحنا البشر والكون بتاعنا كله صنعوا شخص ما في مكان ما، وبيعمل لنا محاكاة. الشخص ده هو الإله، وممكن يكون عالمنا ده يكون فعلا موجود، لكن في حضارة ما هنقول عليها مثلا كائنات فضائية احتلوا من سنين طويلة الكوكب بتاعنا، وبيتم استخدامنا من قبل الكائنات دي. أو ممكن يكون الكائنات دي هي اللي صنعت حياتنا، يعني هم اللي عملوا الكون وقدروا يعملوا عقول صناعية وصنعوا كمبيوتر كبير جدا، واللي احنا عايشينه ده كله مجرد محاكاة. وفي نظرية كمان بتقول إننا انقرضنا من سنين
سنين كتيرة، وفي حضارة ما جات الأرض وبيعملوا محاكاة لمن سبقوهم اللي هم إحنا. يعني بكل بساطة زي ما قال العالم نيك بوستورم في بحثه إننا عبارة عن محاكون من حضارة عظيمة أرادت إنها تشوف ما قام به من أتوا من قبلهم، فصممت محاكاة نعيش فيها الآن تماما ككتاب تاريخ بيتم تمثيله بدل ما تقراه. وقد نكون عبارة عن شخصيات داخل لعبة رقمية متطورة جدا، وإحنا بنتوهم إننا بنقدر نتحكم في حياتنا. في عالم فلكي اسمه ديفيد برين مؤلف قصص الخيال العلمي قال حاجة غريبة جدا، قال إن ما نعيشه الآن محاكاة لعالم 2015 يعيش فيه ناس من عام 2050 ليكتشفوا كيف كان العالم في 2015. يعني ببساطة إحنا سكان عالم 2015 خلاص خلصت حياتنا وحضارتنا انتهت. فجأة اللي بيعيش في عالم 2050 حبوا إنهم يعرفوا إزاي كان عايش العالم في سنة 2015، أو قد يكون بعد بلايين السنين من الآن، والناس في محاكاة يختبرون كيف كانت الحياة البدائية والناس من قبل. تعالوا نروح لتجربة حصلت فعلا في اليابان. عملوا محاكاة لثانية واحدة من نشاط دماغ على أحد الأشخاص، وده كان في سنة 2013. استخدموا في التجربة دي 82.944 معالج للمعلومات، واستهلكت أكثر من وحدة بيتا بايت، وهو المستوى الأعلى من التيرا بايت من الذاكرة. والتجربة دي بتقول إننا ممكن فعلا نوصل لتقدم علمي نقدر نعمل فيه محاكاة كاملة لحضارة سابقة. الفكرة غريبة جدا وبتفتح أسئلة كتير عن حقيقة الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. هل فعلا هو موجود، ولا العالم ده عبارة عن وهم احنا عايشين فيه ومعتقدين انه حقيقي، ولا في كائنات ما بتستخدمنا؟ كلها أسئلة كتير وملهاش إجابة. أنا كده خلصت، ولو عجبك الموضوع ما تنساش اللايك والشير، ولو حابين إني أتكلم في موضوع ياريت تقولولي في الكومنت. سلام.